بص الأوضة وقعت ازاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يكفينا شر المستخبي، كلمة اتعلمناها من أجدادنا والنهاردة شفنا معناها بعينينا. ده اللي حصل لأهالينا في مصر القديمة، بيت وقع وربنا ستر، وست مسنة وجوزها محتاجين وقفة، محتاجين سند، ودي حكايتنا النهاردة. أهلا بيكم في لقمة خير. بص الأوضة وقعت ازاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الكنبه دي اللي بينام عليها لا مجدي حول على فكرة. ولا قوة إلا بالله. الفيديو ده بعتتهولي عائشة وبتطلب دعم من أهل الخير، ناس فجأة لقت نفسها من غير سقف ومن غير أمان، وتيجي رسالة من إيمان اللي أنا مسمياها دايما إيمان خير. عايزين نبسط الناس ونعمل نفحة، عيش ولحمة ورز. سبحان الله، طلب هنا واستجابة هنا، خير بيجري في وقته من غير ترتيب. تعالي لا إله إلا الله. بص أنا بغمر بالناس بتاعتي ازاي. خشي هنا يا فاطمة، خشي هنا معلش، يا نصيبك. خدي بالك يا فاطمة. نزلنا النهاردة مصر القديمة نوزع اللقمة ونقول للناس إن إحنا جنبهم. اللقمة يمكن بسيطة لكن في وقت زي ده بتفرق، بتطبطب وبتسند وبتفك كرب. بس اللي يطمنا إن في ناس لسه شايلة بعض ولسه في قلوب بتجري على بعض. وفي الختام مفيش ختام، كتف في كتف في الحلو قبل المرة. دي بلدنا، سرها في ناسها، في شهامتها. بلدنا حملها تقيل ومحتاجين نسند على بعض. ما تتأخروش عليها، يمكن دورك النهاردة ويمكن تكون السبب. أشوفكم على خير يا أهل الخير.